انت مستثمر ولا مضارب؟ يعني داخل البورصه تحط فلوس وتنساها سنين، ولا انت داخل تشتري الصبح وتبيع بالليل وتاخد فرق السعر؟ الفرق الجوهري ما بين الاستثمار والمضاربه هو النيه والمده الزمنيه. الاستثمار هو انك تشتري سهم في شركه قويه ماليا بنيه الاحتفاظ بيه لفتره طويله، يعني بنتكلم في سنين، لانك مقتنع ان الشركه ديت بتكبر وانتاجها بيزيد وارباحها بتعلى. انت بقى هدفك الاساسي ان راس مالك ينمو مع نمو الشركه، غير التوزيعات السنويه اللي بتاخدها كمساهم. المستثمر بيهتم بقوه الشركه، ادارتها، مركزها في السوق. اما المضاربه بتشتري وتبيع بشكل سريع، ممكن في نفس اليوم او الاسبوع. هدفها الوحيد هو استغلال التغيرات السريعه في السعر علشان تكسب من فرق السعر بين دلوقتي وبعدين. ممكن تضارب على سهم مش فارق معاك الشركه بتعمل ايه اصلا. وكمان المضارب بيبص على حركه السعر وحجم التداول والسيوله اللي داخله وخارجه. خلينا ناخد مثال من ارض الواقع. واحد اشترى قطعه ارض علشان يبني عليها بيت هيسكن فيه ويورثه لاولاده، ده استثمار. واحد تاني اشترى نفس الارض لانه عرف ان السعر هيزيد الاسبوع اللي جاي، فكمان اسبوع هيبيع فورا، ده المضاربه. خد الخلاصه من اخوك درويش: الاستثمار هو تملك طويل الاجل بهدف النمو والمشاركه في الارباح، اما المضاربه متاجره قصيره الاجل بهدف الربح من الحركه بتاع تقلبات السعر. من الاخر اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.